يعني تفضل. أنت تدري أن هذه الكلمة يعني تفضل ضاربة ترند عندنا في قطر والخليج؟ نعم. متى دريت فيها أنه راح؟ حقيقة يراسلوني كثير من الشباب زين. مراسلات على أنه هذه مركبة على كثير من المقاطع عندهم. إيه؟ وأيضا في دول الخليج عموما ولا سيما في قطر، أنه حتى اللي تنضرب سيارته يقول له تفضل. إيه؟ سيارة انضربت، تفضل المرور واقف اليوم اللي يعاقبنا، تفضل. فصايره ترند عندكم. الله يحفظكم. أنا سعيد اليوم حقيقة، سعيد جدا. وللأمانة يعني أنا البارحة في مكان كانوا بي الأخوة من سامراء جايين للبصرة، وعد ما صار عندهم علم أنا راح أجي للمجلس، هذا كلامهم بالنص أنه تحيات أهالي سامراء للعزيز خالد جاسم. الله يسلمك. سلامهم لك. زين، أنت هذه الكلمة يلا تفضل، هذه أنت دائما تقولها ولا بس هذاك اليوم طلع معك الموضوع؟ في أيام كورونا اللي ضرب العالم الحقيقة الوضع كان مربك جدا، والدولة أو الدول معطلة، مو بس العراق، الدول كلها معطلة. صحيح. ويعني أجل الله السامع كانت مجموعة كلاب سائبة، يعني كان تعبير عن انزعاج الناس وعن انزعاجي بهذه الطريقة، على أنه يا مسؤولين احنا نعيش في كورونا وفي هذا الموت البطيء، لأنه يعني فيروس قاتل، وإحنا بهذه الطريقة يعني هناك 3 هنا 5 بذاك الفرع 4 هنا. فيعني أجل الله سامع تعبير عن انزعاجنا من المسؤولين على الجانب الخدمي. فأجيت قعدت يم واحد منهم وقلت تفضل، يعني نايم المدلول حلوة نومته، يعني تفضل. ما كان المفروض يصير هيك يا وزارة الصحة يا بلدية يا أمان، المفروض تعالجون هذا الموضوع لا يصير حمل إضافي في فوق كورونا. فصارت اللي تفضل يعني أنه بدأت تصير لازمة عند العراقيين، صارت اللزمة هذه لازمة عند